بصي يا احمد، الرقصة دي تعرف تعمل زيها؟ ايوه بعرف اعملها، ايه رأيك؟ بصي بعملها ازاي. يا ربي يا احمد، ده احنا نسينا الاكل على النار. الحمد لله لحقناه قبل ما يتحرق. طيب كويس، يلا بقى عشان انا جعان جدا. سلمى، انت بتعملي ايه عندك؟ ازاي تخلي اخوك يقف جنب النار كده؟ مش انا قلتلك انا بخاف على اخوكي جدا؟ تعالى يا احمد يا حبيبي، تعالى بعيد عن النار هنا. يا ماما والله ما تخافيش، انا واخده بالي كويس. وبعدين يا ماما، احنا حبينا ناكل مع بعض. لا يا سلمى، قلتلك انا ما بحبهوش يجي جنب النار لاني بخاف عليه جدا. اياكي تعملي الموضوع ده تاني، انت فاهمه؟ حاضر حاضر يا ماما، حاضر مش هعمل كده تاني. احمد يا حبيبي، حذر فذر، انا جبتلك ايه؟ جبتلك العربيه اللي انت نفسك فيها من زمان. الله يا ماما، معقول؟ العربية دي فعلا كان نفسي فيها، شكرا ليكي قوي يا ماما. طيب يا ماما، وانا كان نفسي في عروسه برضو. يا ترى بقى جبتي لي العروسه زي احمد ولا لا؟ إيه؟ عروسة؟ أنا أصلًا نسيت إن أنتِ كان نِفْسِك في عروسة. معلش يا حبيبتي، المرّة الجاية يبقى أجيب لِك. بصراحة أنا ما كانش معايا غير فلوس قليلة، وقُلت أجيب هدية لأحمد حبيبي. طيب يا ماما، عادي ما فيش مشكلة. يالّا بقى يا أحمد يا حبيبي، غيّر هدومك عشان تاكل الأكل اللي أنت بتحبه. أنا عملت لك يا حبيبي مكرونة بالبشاميل اللي أنت بتحبها. طيب يا ماما، ما أنتِ عارفة إن أنا مش باحب المكرونة بالبشاميل. أنا فعلًا عارفة إن أنتِ مش بتحبي المكرونة، بس أخوكِ بيحبها، وأخوكِ لسه صغير، وبصراحة أهم حاجة إن هو ياكل، لإن هو لسه صغير يعني. أنا زعلانة جدًا، ساعات كتير باحس إن ماما بتحب أخويا أكتر مني، وبتخاف عليه، وبتجيب له هدايا وألعاب، وأنا لأ. حتى الأكل كمان بتهتم بأخويا أكتر مني. أنا مش عارفة هي بتعمل معايا كده ليه، ودايمًا بتحب أخويا أكتر مني. نفسي ماما تحبني زي ما بتحب أخويا كده. نفسي ماما تحس بيا وتعاملني حلو زي أخويا، وتعرف العذاب اللي أنا فيه ده. سلمى يا سلمى، انا زهقان جدا، ما تيجي تلعبي معايا في الأوضة هنا. سيبي بقى التليفون اللي في ايدك ده، انت ما زهقتيش ولا ايه؟ ثانية واحدة بس يا أحمد، أنا بكلم صاحبتي دلوقتي، هخلص ويبقى ألعب معاك. طيب خلاص، انا هلعب انا لوحدي لحد ما تخلصي. انا هتنطط شوية وبعدين العب بالكورة. يا سلام. انا بحب العب قوي. الله، الكورة دي حلوة قوي يا سلمى، تعالي العبي معايا بيها. ثانية واحدة بس يا أحمد، أنا قربت أخلص أهو. إيه ده؟ يا ربي، مين اللي بهدل الأوضة كده؟ أكيد أنتِ يا سلمى اللي عملتِ كده. يلا اتفضلي روقي الأوضة دي دلوقتي. ده أنا لسه منضفة الأوضة، لحقت تتوسخ كده؟ والله يا ماما أنا كنت ماسكة التليفون وما عملتش حاجة. بس يا ماما لو عايزاني أنضفها أنا هنضفها عادي. على فكرة بقى يا ماما، سلمى ما عملتش حاجة، انا اللي كنت بلعب في الأوضة. اسكت انت يا احمد، انا عارفه ان انت بتدافع عنها وبتغطي عليها، وهي اللي عملت كده. انت يا حبيبي طيب وغلبان، انما هي شريره جدا. يلا اتفضلي روقي الاوضه دي بسرعه. لحد امتى ماما هتفضل تعاملني كده؟ اي حاجه تحصل في البيت تحملني مسؤوليتها، حتى لو مش انا اللي عملتها. من بعد ما بابا سابنا ومشي وهي بتعاملني كده. كل ده عشان انا شبه بابا. طب انا ذنبي ايه يعني؟ بتعاملني وحش كده ليه؟ ولا يعني عشان انا الكبيره ودايما بتحملني مسؤوليه كل حاجه؟ إيه اللي جابك هنا يا أحمد؟ هو أنت مش خايف إن ماما تشوفك وتزعق لك؟ لا مش خايف ولا حاجة يا سلمى، بس انا كنت جاية اقولك ما تزعليش من ماما، هي اكيد مش قصدها تزعلك. ماما اكيد بتحبك، ده انتي بنتها برضو. يعني أنت مش شايف يا أحمد هي بتعاملني إزاي؟ دي بتعاملك أحسن مني وكل حاجة بتجيبها لك. أنا مش بغير منك على فكرة يا أحمد، أنا بحبك برضو. بس بصراحة يا أحمد نفسي ماما تعاملني زيك. طيب يا سلمى، انا كنت جاية برضو اقولك ما تزعليش مني. وأنا أزعل منك ليه يا أحمد؟ بس هو أنت ذنبك إيه؟ برافو عليكوا يا حبايبي، جهزتوا للمدرسة بسرعة. وأنت يا أحمد أنا حضرت لك السندوتشات اللي أنت بتحبها. أما أنت يا سلمى، فأنا يا حبيبتي مش هقدر أعمل لك سندوتشات لأني متأخرة جدا على الشغل. أنا هديكي فلوس وتجيبي السندوتشات اللي أنت عايزاها. ليه يا ماما بس ما عملتليش أكل زي أخويا؟ ما أنت عارفة يا ماما إن أنا ما بحبش أكل من بره. أحمد لسه صغير ومحتاج غذاء، إنما أنت تقدري تتصرفي. وبعدين أنتِ بتجادلي معايا في الكلام يعني والّا إيه؟ ما خلاص يعني ما جاتش من يوم. إياكِ يا سلمى، إياكِ بعد كده تقولي اشمعنى أحمد؟ يا ماما بصراحة أنا باحس إن أنتِ بتحبي أحمد أكتر مني وبتعامليه حلو. أنتِ اتجننتِ يا سلمى، إزاي تكلميني بالطريقة دي؟ إياكِ يا سلمى تتكلمي بالطريقة دي، آخر مرة. حاضر، حاضر يا ماما، بس ما تزعليش مني أرجوكِ. طيب يالّا بقى عشان أوصّلكم بالعربية بتاعتي. أنت يا أحمد هتركب جنبي، وأنتِ يا سلمى هتركبي ورا.
لا يا ماما، أنا مش هركب جنبك، أنا هركب جنب سلمى ورا. إيه ده يا أحمد، معقول هتركب جنب سلمى؟ ما أنت عارف يا حبيبي إن أنا بحبك تركب جنبي، بس على العموم براحتك اللي أنت عايزه، أنا مش عايزة أزعلك. ماما مش هتصدقي يا ماما، نتيجة الامتحانات ظهرت وجبت 10 من 10، وكمان طلعت الأولى على المدرسة، وهيدوني شهادة تقدير كمان. وأنت يا أحمد يا حبيبي عملت إيه في درجات الشهر بتاعتك؟ أنا يا ماما جبت 8 من 10. برافو برافو عليك يا حبيبي، طالع شاطر زي مامتك. طيب يا حبيبي فكرني ان انا اجيب لك هدية حلوة قوي عشان انت نجحت. يا ربي، برضو ماما ما فكرتش فيا، حتى ما قالتليش مبروك، وكمان هتجيب لاحمد هدية وانا لا، مع ان انا كمان جبت درجة حلوة. طيب يا ماما، وانا مش هتجيبي لي هدية زي احمد ولا لا؟ هدية؟ هدية ايه يا سلمى؟ انا ما كنتش عاملة حسابي على كده، بس على العموم خلاص يبقى اجيب لك هدية انت كمان، اجيب لك اي حاجة وخلاص. ماما أنا جعانة جدا، هو حضرتك لسه ما خلصتيش الأكل؟ أنا أصلا يا ماما عشان ما عملتليش سندوتشات أنا ما أكلتش في المدرسة. لا يا سلمى، لسه ما خلصتش الأكل، ساعة كده وأخلص الأكل. أنا لسه دلوقتي حاطة الفراخ في الفرن، ساعة وتكون استوت. طيب يا ماما أنا جعانة ومش هستحمل ساعة، ممكن حضرتك تعملي لي أي سندوتش أكله؟ يو بقى يا سلمى، عصبتيني بقى، قلتلك ساعة والأكل يكون جاهز، أنا لسه هعملك ساندوتش. يلا روحي ذاكري في أوضتك، أكيد وراكي مذاكرة، وبعدين لما أخلص الأكل يبقى أنده عليكي. طيب ماشي خلاص يا ماما، مع إني جعانة جدا. ماما، هو أنت لسه ما خلصتيش الأكل؟ عشان أنا جعان جدا. لا يا حبيبي لسه ما خلصتش، ساعة بالظبط وهيكون الأكل جاهز، أنا حطيت الفراخ في الفرن وساعة واحدة وهتكون جاهزة. ياه يا ماما، لسه ناقص ساعة، بس أنا جعان جدا ومش هقدر أستحمل. طيب أنا عندي فكرة حلوة قوي هتعجبك، إيه رأيك أعمل لك سندوتش جبنة تصبر بيه نفسك لحد ما أخلص الغدا؟ أنا عارفة يا حبيبي، يا حرام تلاقيك جعان جدا. أيوة يا ماما، جعان جدا. خلاص ماشي، اعملي لي سندوتش جبنة. أحمد، هو مين اللي عامل لك الساندوتش ده؟ أنا كنت جعان جدا يا سلمى، ورحت لماما المطبخ وقلت لها أنا جعان، وقالت لي أعمل لك سندوتش جبنة، فبصراحة قلت لها ماشي. معقولة يا أحمد ماما عملت معاك كده؟ مع إني أنا كمان رحت لها المطبخ وقلت لها إن أنا جعانة، بس هي اتعصبت عليا وفضلت تزعق لي وقالت لي روحي ذاكري، حتى كمان طلبت منها تعمل لي ساندوتش جبنة، بس هي رفضت واتعصبت عليا كمان. معقولة؟ معقولة يا سلمى ماما عملت كده؟ مع إن هي اللي قالت لي أعمل لك سندوتش جبنة. أنا مش عارف ماما ليه بتعاملك كده. مش عارفة والله يا أحمد ماما بتعاملني كده ليه، مع إني بحبها، بس هي مش بتحبني ودايما بتعاملني بطريقة وحشة قوي. طيب خلاص يا سلمى، أنا عرفت أنا هعمل إيه بالظبط. أنا هدي لماما درس عمرها ما هتنساه أبدا. تعالى يا أحمد يا حبيبي اقعد جنبي واتفرج على التلفزيون، ده الفيلم اللي انت بتحبه خلاص هيبدأ. تعالى يا حبيبي اقعد جنبي، انا بحبك تقعد جنبي جدا. لا يا ماما، مش هقعد جنبك، أنا أصلا مش بحب أقعد جنبك. ايه ده يا ولد، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ معقولة ابني حبيبي يقول عليا كده؟ اخصى عليك يا أحمد، انا زعلانة منك. ما تزعلي يا ماما، وأنا أعمل لك إيه يعني؟ أنا هطلع بقى على أوضتي عشان عندي مذاكرة كتير. ايه ده، انا مش مصدقة نفسي، معقولة ابني احمد يعمل كده؟ ازاي يكلمني بالطريقة دي؟ هو ايه اللي حصل له؟ احمد يا حبيبي ممكن اطلب منك طلب؟ عايزاك تروح السوبر ماركت تجيب لي شوية طلبات من هناك، انا مش هعرف يا حبيبي انزل، ممكن تنزل مكاني؟ وأنا مالي، ما تنزلي أنت يا ماما، أنا مش فاضية أصلا، أنا عايزة ألعب شوية. انا مش مصدقة اللي انا بسمعه ده، معقولة ابني احمد يعمل كده؟ هو بيعاملني كده ليه؟ تصرفاته بقت غريبة جدا. اه، انا حاسة ان انا تعبانة جدا وسخنة. يا دماغي، يا ولاد حد يلحقني، يا ولاد انا تعبانة جدا. يا سلمى، يا احمد، حد يلحقني. ماما مالك يا ماما، شكلك تعبان ولا ايه؟ ايوه يا سلمى يا حبيبتي تعبانه قوي، ارجوكي الحقيني باي حاجه. طيب يا ماما ارتاحي انتي على السرير وانا هجيب لك الدواء واعمل لك كمادات. حاضر حاضر يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. انا هطمن على حرارتك الاول يا ماما. ياه، ده انت حرارتك مرتفعه جدا، انا هروح اعمل لك كمادات واجيب لك الدواء. ثانيه واحده يا ماما مش هتاخر عليكي. شكرا شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. أنا آسفة يا سلمى يا بنتي على المعاملة اللي أنا كنت بعاملها لك، أنتِ يا بنتي اللي أنقذتيني وأنا تعبانة، حقِك عليا، أنا ظلمتك كتير. لأ يا ماما أنا مش زعلانة، أنا أصلًا باحبك،
بس كنت بستغرب هو ليه حضرتك بتعامليني كده؟ والله يا بنتي معلش، أنا آسفة جدا. أنا فعلا يا حبيبتي كنت بفرق بينك وبين أحمد، بس سامحيني وعمري ما هعمل كده تاني. طيب يا ماما أنا مسامحاكي. وأنا كمان يا ماما سامحيني، معلش المعاملة اللي أنا كنت بعملها لك دي عشان أعلمك درس. أنا بصراحة أختي كانت بتبقى صعبانة عليا وأنتي بتعامليها كده، فقلت أعمل فيكي مقلب عشان أعلمك إزاي تعاملي أختي. فعلا فعلا يا أحمد معاك حق. أنا آسفة جدا يا حبيبتي. أنا عمري ما هعمل فيكي كده تاني، وعمري ما هفرق بينك وبين أخوكي أبدا. بجد يا ماما؟ آه يا حبيبتي بجد. شكرا ليكي قوي يا ماما. أنا آسفة جدا يا سلمى. أنا اللي بعتذرلك يا بنتي على اللي أنا عملته فيكي، وسامحيني وإن شاء الله هعوضك على كل اللي أنا عملته فيكي ده.